وزعما انت محمد السادس غادي تخليهم داك الذهب اللي تما مثلا غادي يولي عند الحق، بحال كنشوفوا في استراليا، بحال كنشوف في الاسكا، في امريكان، في عدد الدول، انهم كيمشيو مثلا يخلصوا على واحد الطرف ديال الارض في الخلا واحد الضريبه ديال 300 دولار 200 دولار وصافي، سير تجيب لي زاباراي وقلب على الذهب والمعادن وداك الشيء اللي لقيتي راه ديالك خذو. نو جامي ما غتقبل لهم بهذا الشيء، بمعنى ثرواتهم راه انت اللي غادي تسلبها لهم وغادي تطحنها لهم فهمتي، وانت راك ديجا كطحن لهم في الفوسفات ديالهم وفي الحوت ديالهم وهاد المسائل ديالهم. اذا باش عارف راه داكشي ما واقفش على رجليه الخوت، راه الكذوب، راه الغبيق باغيين يورطوهم انهم يقبلوا لهم هذا الطرح ديال الحكم الذاتي. هو راه ما كاين لا حكم ذاتي ولا حكم ذاتي، يعني راه غتبقى دائما الملكيه المطلقه هي اللي طالقه يديها ورجليها على اللي بغات ومستحوذه على كاع الثروات ديال المغاربه بغيتي ولا كرهتي، وهما الوحيدين اللي عندهم الحق انهم يستغلوها ويبيعوها لمن بغاو ويجيبوا الشركات اللي بغاو ويتعاقدوا معاهم ويديروا معاهم العقود اللي بغاو بالنسبه المئويه اللي بغاو، وكانك انت راه ما عندك حتى شي حاجه، انت اصلا لا تملك شيئا.